السلام عليكم. اليوم غنتكلموا على جوج المستجدات مهمه كتنتظرنا في 2026. المستجد الاول هو الدعم ديال كراء السكن. الدعم ولا انواع كثيره ديال الدعم اللي غتوجه الدوله والوزاره الوصيه على الاسكان باش تدعم الكراء في المغرب. المستجد الثاني هو تقنين ومحاربه العشوائيه في الكراء اليومي، داكشي اللي بحال الاير بي ان بي. الناس اللي كيكريو بارتمات ولا ديور مفرشين بالنهار غادي تسير فيهم القضيه في هاد 2026. اذا نبداو بدعم الكراء. الوزاره الوصيه للاسكان قالت انه شهر مارس الدراسه اللي كانت كدار ولا بدات على هذا الموضوع ديال دعم الايجار ولا دعم الكراء ديال السكن في المغرب غادي تكون موجوده، ومن موراها غيبدا التنفيذ ديال الطرق ديال دعم الكراء اللي غادي تستقر عليها الوزاره ولا الحكومه. اذا كيفاش غيكون هذا الدعم ديال الكراء؟ اولا غالبا غيكون دعم غير مباشر، ثانيا غيكون دعم ومواكبه وتسهيلات وتخفيضات اللي عنده مساكن عنده ديور ولا ابارتمات الا غيكريهم بهاد الشروط اللي غتحط الدوله باش يوصلوا بثمن مزيان للمواطن اللي باغي يكري، واللي من اهمها ان هاد الكرا يكون على الاقل 20% اقل من ثمن السوق. بحالاش هاد الدعم الغير مباشر للناس اللي غيكريو الديور باش يشجعوهم انهم يكريو اقل من السوق. بحال مثلا شي واحد غيشري شي دار ولا مجموعه ديال الديور ولا مجموعه البارتمات باش يشارك في هذا البرنامج ديال دعم الكيران. غتواكبوا الدوله، غتقدم له تسهيلات تخفيضات، غتنقص عليه بزاف د الامور باش هذاك البارتمات اللي غيشري يلتزم انه يكريهم في اطار هذا البرنامج الدعم، اي يكونوا ناقصين على الاقل ب 20% من ثمن السوق. واحد عنده ارض وغيبني كذلك فيها ديور ولا ابارتمات باش يكريهم في اطار هذا البرنامج، حتى هو تعاونوا الدوله وتعطيه تسهيلات وتواكبوا وتدعموا باش الا بنى هاد الديور يكريهم في اطار هذا البرنامج ديال الدعم. كذلك واحد كذلك عنده مثلا شي عقار، العقارات بغا يكريهم في اطار هذا البرنامج ديال الدعم ولكن خصهم اصلاح، غتدعموا الدوله وتواكبوا وتقدم له تسهيلات باش يصلح، ولكن كما قلت يلتزم انه يكري بالشروط ديال هذا الدعم اللي غتحط الدوله. غدير كذلك الحكومه تسهيلات وتغييرات في القوانين ديال الكراء من الباطن، اي كرا فوق الكرا، وتحمي هذا الكاري اللي باغي يكري دار هو كاريها يعاود يكريها لواحد اخر، فكيصطدم بمالي الملك. وهذا غتقدم له تسهيلات وغدير تغييرات قانونيه باش تحمي هذه العمليه، دائما في اطار ان هذا اللي غيكري واحد الدار هو كاري يكري لواحد اخر يلتزم بالشروط ديال الوزاره وديال الحكومه باش هذاك الثمن ديال الكراء يكون في حدود داكشي اللي غتحدد له الدوله وداكشي اللي غيتحدد في هذا البرنامج ديال دعم الكراء. وكاين كذلك بالاضافه لهذا الشيء تقدر تعطى تخفيضات ولا اعفاءات ضريبيه، بحال التخفيض ولا الاعفاء كاع من الضريبه على الارباح ديال الكراء. هذا اللي غيشارك في هذا البرنامج ديال الدعم انه يكري بالشروط اللي حطات الدوله للدعم ديال الكراء، يستافد من التخفيض ديال الضريبه اللي غيخلص على الارباح ديال الكرا، المداخل ديال الكرا، ولا يتعفى منها كاع، ولا اي ضرائب اخرى مرتبطه بداك العقار. ومن الطرق كذلك ولا التصورات اللي كتفكر فيها الحكومه ووزاره الاسكان ان جزء من الكرا، هذاك الجزء مثلا اللي غينقصوا لك في الكرا ما ينقصوش لك، تبقى كتخلصوا، ولكن يتجمع لك. مثلا استفدتي انت من هذا البرنامج ديال الدعم وكريتي واحد الدار واحد البارتما اللي الكرا ديالها 3000 درهم، ولكن هي داخله مثلا في اطار هذا الدعم اللي غيديروا مباشر ولا غير مباشر، فاستفدتي من واحد 500 الف درهم ناقصه في الكرا. هذيك 500 الف درهم ما غينقصوهاش لك، كتبقى كتخلصها، غتجمع لك، غتسمى يا اما كتعطيها تسبيق في ديك الدارنيت وهذيك البارتما بالاتفاق مع المالك ديالها، يا اما كتجمع لك بوحدها باش الا وصلتي للمبلغ اللي خاصك بالاضافه لدعم السكن تستافد من ديك 10 ولا 7 المليون، زيد عليه هذا الشيء اللي جمعتي وتشري سكن. لان اغلبيه ديال هاد الناس اللي موجه لهم الدعم الكراء هما الناس اللي ما قادرينش يشريو سكن. كاين 10 المليون دعم ولا 7 المليون، ولكن اخويا انا ما لقيتش. انا مثلا في مدينه كبيره ولا بغيت سكن في البلاصه اللي قريبه لخدمتي وقريبه للمرافق اللي كنحتاج، الثمن غالي باش تشري ولا ما غنلقاش كاع، واخا بالدعم ما قادرش نشري في ديك البلاصه، فانا اخويا مضطر نكري قريب لخدمتي. ولا مثلا اللي ما قادرش ما عندوش الكماله باش يكمل مع الدعم مع ديك 10 ولا 7، دونك انا ما قادرش اخويا وما باغيش ولا ما قادرش كذلك نشد كريديت البنكه، دونك اخويا ما نديرش كريديت بسبب القناعات والمبادئ ديالو. وكاين اللي ما قادرش واخا يبغي يدير كريدي البنكه ما تعطيش، لان ما عندوش مثلا واحد العمل مستقر وواحد المدخول قار وما عندوش ضمانات ما يعطي البنكه، فالبنكه كتقول له انا ما نعطيكش كريدي، انا ما ضامناش انك قادر تخلص الطريطات. فهاد الفئات باغيين شي طريقه اللي يجمعوا ويدخروا بها المبلغ اللي غيخصو مدعم السكن، فيقدر يكون هذا الجزء اللي غيتخفض في الكرا في اطار هذه البرامج والطرق ديال الدعم الكراء اللي ذكرنا كلها ولا غيرها اللي يمكن تكون، يكون تسبيق ولا ادخار كتجمعوا انت ولا كتجمعوا لك الدوله ولا كتجمعوا انت عند مول الملك، باش من بعد يكون عندك قدره انك تزيد عليه دعم السكن وتشري سكن ديالك. وتحديد المستويات ديال الكرا ما غيكونش كيف كيف، ما يكونش مثلا الكرا غيكون 2000 درهم لكاع هاد الديور اللي غندعمهم ولا غيشاركوا في هاد الطرق الدعم اللي ذكرنا قبيله، غيكون تحديد المستويات ولا المبالغ ولا السومه الكرائيه حسب المناطق وحسب الاتفاق ما بين الملاك ديال هاد الديور اللي غيتكراو،
ما بين المستاجرين الناس اللي غيكريو من عندهم والدوله ولا الاداره المكلفه بهذا البرنامج ديال الدعم اللي غيكون كما قلت غالبا ملي غتوجد الدراسه اللي كتوجد وزاره الاسكان شهر 3 2026. غالبا كما ذكرت ما غيكونش دعم مباشر، واخا راه هذا التصور راه كان تطرح في عهد الحكومات السابقه، ويمكن على حسب ما كنتذكر فاش كان نبيل بن عبد الله وزير للاسكان انه يكون دعم مباشر للاسر اللي ما قادرش تملك سكن والكرا كيجيها غالي اننا نعاونوها بواحد المبالغ اللي كانت في الاول كاقتراح ما بين 200 حتى 400 درهم، ولكن الاغلبيه الحكوميه في ذاك الوقت شافت وقالت انه ما يمكنش لينا نعرفوا ولا نستهدفوا الفئات فعلا اللي ما قادراش تخلص، وكل شيء غيبغي يستافد من هذا الدعم هذا، وحنا ما نعرفوش نفرقوا، خصوصا ان المغرب فيه واحد الفئه كبيره كتشتغل في القطاع غير مهيكل، اي خدامه وعندهم مدخول وقادرين يشريوا وعندهم فلوس ولكن ما مصرحينش خدامين في النوار، فتلغات هذه الفكره في ذيك الوقت يمكن 2014 ولا 2015. ولكن حاليا يمكن ترجع هذه الفكره يكون دعم مباشر. علاش؟ لان دابا استجد واحد المستجد مهم اللي هو السجل الاجتماعي الموحد، اللي هو الآلية اللي الحكومة ولا الدولة قالت لك هي اللي غيدوز منها أي دعم مستقبلا غنعطيو. إذا حتى الأشكال الأخرى ماشي غير الدعم المباشر للكراء، حتى الأشكال الأخرى اللي تكلمنا عليها أنهم غيدعموا الناس اللي غيبنيو ولا غيشريو ديور ولا غيصلحوا ديور باش يكريوهم ليك، راه يقدر يكون السجل الاجتماعي الموحد هو المدخل أنك تستافد من هاد الديور اللي غتكرا في إطار برنامج دعم الكراء. فممكن دابا كما الدعم الاجتماعي المباشر على حسب المؤشر داروا له واحد العتبة قالوا لك 9 74 لتحت، كما التغطيه الصحيه باش تستافد منها فابور وتوفر واحد 150 ولا 200 درهم في الشهر قالوا لك 932 لتحت، كما المنحه الدراسيه اللي كتعطى للطلبه حتى هي ولات بالمؤشر، كما الدعم المدرسي اللي كيتعطى كل عام الوليدات اللي كيقراو في المدرسه في الاعدادي والابتدائي والثانوي ولا على حساب المؤشر ولا على حساب الدعم. يمكن دابا يكون السجل الاجتماعي الموحد هو المدخل لاستهداف الاسر اللي يمكن يتعطاها دعم مباشر للكراء. وكان كذلك في ذيك الوقت بالاضافه لدعم مباشر كما قلت كان اقتراح ما بين 200 و 400 درهم على حساب المنطقه وعلى حساب ثمن الكرا. كان كذلك اقتراح يكون واحد الصندوق سميتو ضمان الكراء. كاين ناس مثلا لواحد الوقت ما خدامش وقعت له شي حاله اجتماعيه طارئه، شي مرض فقد الخدمه ديالو ولا شي حاجه فما كيقدرش يخلص الكرا، فيكون واحد الصندوق اللي غيخلص بلاصتو طيله المده اللي ما قادرش هو يخلص، على اساس انه مثلا ملي يبدا يخدم يبدا يرد هذيك الفلوس لذاك الصندوق. هذا التصور كنعاود نكرر اللي كان في عهد الحكومات السابقه. اما هذه الحكومات الحاليه فيلاه غتكمل الدراسه اللي دارت للسوق ديال العقار والسوق الكراء والتصورات الممكنه اللي يمكن تخرج بها باش تدعم الكراء وتدعم المواطنين خصوصا الطبقه المتوسطه، دعمهم في الكراء حتى يتملكوا السكن ديالهم، عاد تبدا تبان من شهر 3 الفوق. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لدعم الكراء. كيفاش غيكون دعم الكراء للحكومه وصلت للامتار الاخيره باش تخرج هذا البرنامج هذا اللي نتمناو يخرج في هذا العام هذا، خصوصا انها سنه انتخابيه، وهذه السنه الانتخابيه كتكون سلاح ذو حدين. اي حاجه كتخرج تقدر تكون صحيحه وتقدر تكون مجرد دعايه انتخابيه كاذبه. فاذا كانت هذه الامور غتبقى تهضر عليها الحكومه ولا هذه الاحزاب اللي كتكون الحكومه ولا اللي ما كتكونش كاع الحكومه على انها غديرها مور الانتخابات، فكنظن ما نثيقوش بها. الا كانت غديرها قبل ما تكون الانتخابات خصوصا انهم كيتكلموا على شهر 3 غتكون موجوده الدراسه، فمرحبا. نجيو دابا للار بي ان بي، الكراء اليومي السياحي. الناس اللي ولاو دابا كثره ولاو تيكريو بهذه الطريقه لان المدخول ديالها كثير، والوزاره كتشوف انه بالاضافه للدعم حتى هذا الكراء اليومي لما تقننش غيخلي بزاف ديال الناس ما يبقاوش يكريو ديورهم للاسر عاديه اللي غتكري ديما، غيوليو يفضلوا يكريو للسياح ولا حتى المغاربه كراء يومي. واحد جاي غيكري نهار ولا يومين ولا سيمانه باش يدير السياحه ولا باش يحضر شي تظاهره كتقام في المغرب. نتوما كتشوفوا دابا المغرب هو نظم كاس افريقيا غينظم تظاهرات اخرى من هنا ل 2030، فبزاف الناس غيقول لك التوريست غيدخلوا غيفكروا يأتت يفرش البارطما ديالو ولا الدار ديالو ويحطها في هاد التطبيقات ولا المواقع اللي كدير الكراء اليومي. الحكومه قالت ان هذا الامر غيقلص العرض اللي غيكون ديال الكراء بالنسبه للاسر وغيخلق واحد العشوائيه، والاهم من هذا الشيء غيفوت على الحكومه ولا الميزانيه ديال الدوله مبالغ مهمه. لان الا كريتي بشكل عادي الاسره وكتخلص الكرا بالشهر راك انت كتخلص على المداخل ديال الكرا، فاغلبيه ما كيخلصوش كيكونوا معفيين ولا كيخلصوا واحد المبلغ قليل ديال الضريبه. اما الا غتكري بشكل يومي فهذه ولات تجاره، فخصك تدخل التجاره وتخلص التي في 20% وتخلص الارباح الحقيقيه ديال ديك التجاره، وحتى امنيا لان اغلبيه ديال الناس كيكريو لهم بشكل عشوائي. وراه كاين واحد القانون فايت تكلمت عليه اللي كيضبط هذا الكراء اليومي، راه خصك تسجل في واحد البوابه اللي دايرها الداخليه الامن لاي واحد كرا عندك بشكل يومي، خصك تدخل المعلومات ديالو تما وتشد انت واحد السجل اللي تبقى تعمر فيه المعلومات ديال هاد الناس هادو وتحتفظ به وقت ما طلبوا لك ناس ديال الامن. فلضبط هاد الامور اكثر غادي يتقنن هاد الكراء اليومي.
واهم حاجه غتقنن فيه اللي غتمنع بزاف ديال الناس انهم يكريو الشقق ديالهم ولا الديور ديالهم بهذه الطريقه ديال الكراء اليومي اللي كيتسمى اير بي ان بي، انه تحدد مناطق يمكن ليك تكري فيها هاد الشقق بشكل يومي ولا هاد الديور بشكل يومي. اذا في اطار تصميم التهيئه ولا تصاميم التهيئه اللي غتكون، شنو هو تصميم التهيئه باش تفهموه بعدا باش تعرفوا الاطار اللي غيتقنن فيه وغتمنع العشوائيه ديال الكراء اليومي. تصميم التهيئه هو اللي كيحدد الاراضي في واحد المنطقه شنو غيدار فيها، مثلا المنطقه مساحات خضراء، هاد المنطقه فيلات، هاد المنطقه عمارات، هاد المنطقه مثلا ما تفوتش الطروازيام، هاد المنطقه تكون فيها محلات تجاريه، هاد المنطقه ما تكونش، هاد المنطقه تكون فيها مركبات سياحيه، هاد المنطقه لا. اذا الكراء اليومي اير بي ان بي غيتحدد انه يكون في البلاصه اللي فيها المركبات السياحيه، ما يكونش في المناطق السكنيه، وغيخرج مرسوم ولا مراسيم بداك الشيء. اذا ما يبقاش اي واحد عنده شي دار ولا شي بارتما سكنيه في منطقه سكنيه فيها السكان والاسر يمكن ليه يكريها اير بي ان بي ولا بشكل يومي. الله يعاونكم.